ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده معانا فيديو جديد، 20 فكرة عبقرية من افكار الفطار والعشاء بدون جبن. وانا هنحتاج بقى ان احنا نشتري لانشون من السوبر ماركت، ولا جبن ولا اي حاجة مكلفة. طيب ايه هما ال20 فكرة دول؟ قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت ننزل تحت تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انتي من المشتركين بتاعي وصحابي وحبايبي، انزلي صلي على النبي او اعملي ذكر الله، انا وانتي ناخد الصواب عليه. تمام. اول حاجة هنعمل، نجيب كيلو بطاطس، من هي الصغيرة دي بتاع السلق. انا عارفة ان البطاطس غالية دلوقتي، فممكن نشتري الصغننة بتاع السلق. كده كده هنسلقها. تمام. هنسلق البطاطس دي ونهرسها ونحطها في علبة تلاجة محكمة الغلق، وهتحطي في أرضية العلبة دي عشان تعيش معاكي لأطول فترة ممكنة. هنحط في أرضية العلبة زيت، وبعدين نحط البطاطس ونحط من على وشها زيت، ولا نحط لها بقى أي إضافات ولا ملح ولا بهارات ولا أي حاجة، عشان بعد كده ما تحكمكيش، انتي اللي تحكميها. تعمليها سلطة بطاطس، تقطع لها بطاطس وفلفل وخضار وتقلبيها مع بعض. عايزة تعمليها بطاطس بالبيض، سواء المسلوق او المطقش، هتعملي تلعبي فيها زي ما انت عايزه. تمام. تاني فكره معايا علبه مسقع. هنشتري بتنجان، كيلو بتنجان، على نص بطاطس، على ربع فلفل، ونعمل شويه مسقعه حلوين كده، ونحطهم برضو في علبه محكمه الغلق عشان طعمها ما يغيرش من التلاجة. ونروح جايين حاطينها في علبة في التلاجة. دي ممكن تنفع معانا فطار وعشاء وغدا، وبرضو بتاع البطاطس المهروسة تنفع فطار وعشاء وغدا. تمام. تالت فكرة معانا ايه؟ هنعمل مثلا بابا غنوج. هتجيبي حبايتين بتنجان وتشويهم وتحطيهم في الفريزر، وهنحطهم في علبة في الفريزر. ممكن بقى تطلعي تعملي بابا غنوج بالطحينة والليمون والخل، مع شوية طعمية سخنين مع شوية بطاطس محمرة. رابع حاجة، ممكن نعمل عجينة طعمية في البيت. هنجيب الفول ونعمل عجينة طعمية ونحطها في أكياس في الفريزر. برضو من الحاجات الكويسة في البيت قوي. رقم 5، علبة بتنجان مخلل. هنجيب البتنجان، سواء انت بقى بتعمليه بطريقتك بتسلقيه او بتحمريه، بس انا افضل في الطريقة ديت انك تسلقي البتنجان، لانك هتحطيه في التلاجة عشان يفضل معاكي اطول فترة ممكنة. تمام. هنسلقه ونحط فيه الخلطة بتاعته ونحطه في التلاجة في علبة محكمة برضو في قلب التلاجة. رقم 6، هنعمل علبة عجة. ايه هي العجة دي؟ هنعمل مثلا، هنجيب شوية خضار على 4 بيضات على معلقتين دقيق وشوية بيكنج باودر، ونحطها في قلب صينية في قلب الفرن. وبعدين لما تطلع هنقطعها ونحطها في قلب علبة في التلاجة، وتتاكل مع شوية عيش سخنين مع شوية جرجير. بتنفع برضو معاكي فطار وغدا وعشاء. رقم 7، ممكن نعمل هنشتري دي الحاجات اللي لازم برضو تكون متوفرة عندنا في البيت. نص كيلو لحمة، نص كيلو من الجبنة القديمة، او ربع كيلو حسب افراد الاسرة بتاعتك والمتوفر عندك. مثلا هنهرسها ونحطها في التلاجة من غير اي اضافات. ماشي. ممكن نطلعها بقى ونحط عليها شوية زيت مع شوية طحينة وناكل، او نقطع عليها طماطماية مع شوية خيار والف هنا. بعد كده ونعمل معاها شوية بيض مسلوق او شوية شكشوكة مع شوية بطاطس محمرة، واليوم عدى. تمام. رقم 8، ممكن نجيب نص كيلو جبنة قريش، برضو من الحاجات المفيدة جدا جدا للأطفال، فيها فيتامين د. وبجد أحلى من الجبن المعلبة 100 مرة. ممكن تعملي الجبنة القريش دي بكذا طريقة. ممكن تهرسيها وتحطها تحط عليها زيت بس وتحطها في التلاجة، عشان برضو انت اللي تتحكمي فيها مش هي اللي تتحكم فيكي. ممكن تاخدي خرطة منهم وتضربيها مع شوية لبن صغننين، وتحطي عليها سواء زيتون او فلفل حسب الطعم اللي بتحبيه، وتضربيه في الخلاط، هتبقى احلى جبنة كريمي عندك. بصي العبي فيها زي ما انت عايزة. رقم 9، هنشتري ب10 جنيه فول او ب20 جنيه حسب
مقدرتك برضو، وتدمسيه وتحطيه في وتضربيه في الخلاط. ممكن تحطيه في التلاجة، الجو حر احنا في الصيف، ممكن برضو بعد ما تضربيه في الخلاط تقسميه وهنحطه في اكياس ونحطه مع عجينة الطعمية اللي احنا كنا عاملينها قبل كده في الفريزر. يبقى كده بقى عندي عجينة طعمية فول. عايزين نعمل فطار شعبي، نطلع عجينة الطعمية نحمرها، وممكن نعملها ببيضة نطقش عليها، نشوح بصلاية من غير ما تاخد لون، ندبلها بس نخليها تدبل، وبعد كده بعد ما تبرد نطقش عليها بيضة ولا بيضتين، ونطلع عليها العجينة بتاعتي ونقلبها ونعملها نعملها راس صغيرة كده. طعمية دلوقتي قرص الطعمية بكام؟ ب2 جنيه، اقل قرص ب1.5 جنيه، ومفيش حاجة. عشان تجيبيه كمية محترمة هتجيبلك ب15 جنيه عشان تقضيكي، لكن كده انا وفرت. ونحطه في التلاجة بدون اي اضافات. تمام. رقم 10، هنجيب كيلو من من العجوة، ونعمل بيها مثلا او اللي هو البلح العجوة، نقشره ونشيل النواه بتاعته. عايزه تجيبي عجوه من اللي هي الجاهزه، هاتي براحتك مفيش مشكله. وبعد كده ممكن نعمل ايه بالعجوه دي؟ هنعمل بيها مثلا طاسه بيض بالعجوه. في ناس كتير ما تعرفش ايه هي طاسه البيض. بنعمل حته زبده ونحط فيها العجوه، وبعدين نطقش عليها بيضتين. رقم 11، خلطة شاورما. هنعمل ايه هي خلطة الشاورما دي يا هبة؟ هنجيب بصل، نقطع بصل وفلفل وطماطم وفلفل الوان، ونعمل خلطة الشاورما، نعملها على البوتاجاز، وبعد ما تبرد نحطها في علبة في التلاجة. طب خلطة الشاورما دي هنعمل بها ايه؟ تنفع ان احنا نحطها على الفول على طول، تنفع نعمل بها شكشوكة، تنفع نعمل بها سلطة بطاطس او شاورما البطاطس. تمام. هنحمر اللي هي سلطة البطاطس، نحمر بطاطس مكعبات ونحطها على الخلطة بتاع الشاورما. ممكن ونعمل بها شاورما بطاطس، نلفها في سندوتشات عيش سوري. بصي انا بديك الافكار وانتي ابداع. انا عارفه ان كل حبايبي واصحابي اللي موجودين في القناه مبدعين، انا بس مجرد ان انا بديهم افكار وهم هيزيدوا عليها بالابداع بتاعهم. رقم 12، هنجيب من عند العطار نص كيلو قمح اللي هي البليله، وهنسلقه. لو عايزه تضعفي الكميه ممكن انت تسلقي معاه رز. مش حابه الموضوع، اسلقي القمح وسيبيه ابرد، وبعدين حطيه في اكياس في الفريزر. وبعدين منعوز بقى عايزين تغيير شوية، نطلع شوية بليلة. سواء بقى ما عندكش لبن ممكن تعمليها بشوية مية بسكر مع باكت فانيليا، او لو عندك لبن تعمليها باللبن حسب مقدرتك. رقم 13، قبل ما اقولك رقم 13 عملت لايك للفيديو؟ عملتيش لايك، انا عايزاك تنزلي دلوقتي حالا تعملي لي لايك وتدعميني، لو انت اول مره تشوفيني تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس. رقم 13، هنعمل ايه؟ ممكن نجيب بقى، ولادي بيحبوا نفسهم في الجبنه مثلا المعلبه، ممكن نجيب علبه عبورلاند نخليها عندنا في التلاجة. طفل جعف بين الوجبات ممكن نعمله سندوتش سريع، بس مكترش منها، لان الجبن ديت بتبقى معموله من زيوت مهدرجه. فانك تجيبي جبنه قريش وتضربيها في الخلاط زي ما انا قلت بشويه لبن احسن بكتير من الجبنه. ممكن بقى تجيبي عبورلاند، اي نوع جبنه انت بتحبيه، جبنه فيتا، وتروحي جايه ولازما او كل اسبوع تجيبي علبه الجبنه دي و10 بيضات تحطيهم عندك في الفريزر، تحطيهم عندك معلش في التلاجة. ليه يا هبه؟ ممكن مثلا عايزه في يوم تعملي لولادك صينيه كيكه كتغيير برضو. ممكن تعملي لهم تسلقي لهم تطقشي لهم بيضتين، تعملي لهم بيض بشكشوكه كده. فال10 بيضات دول في اول الاسبوع تجيبيهم تخلصي منهم احسن. تمام. رقم 14، هننزل نجيب مثلا دلوقتي التين مال السوق، التين اللي هو البرشوم، مش التين الشوكي. تمام. هاتي كيلو، هاتي كيلو ونص، هاتي 2 كيلو على حسب مقدرتك. شوفي انت تقدري تجيبي قد ايه وهاتي، واعمليه مربى في البيت. شوفي الكيلو ولا الكيلو ونص دول هيرموا معاكي كميه مربى قد ايه. دلوقتي اقل برطمان مربى بكام؟ 80-90 جنيه، المربى الانواع النظيفه. وبتبقى كلها سكر. فليه ما تجيبيش وتوفري ال80 جنيه دول وتجيبهم تعمليهم في البيت. بعد كده رقم 15، هتجيبي نص كيلو عسل اسود، سواء انت بتحبيه تجيبيه بقى برطمان، سواء بتجيبيه سايب، على حسب انت بتجيبيه عامل ازاي.
ممكن وتحطيه في التلاجة. ممكن تطلعي بقى معلقتين عسل على معلقتين طحينة وتعملي سندوتشات كده في الفينو. اهو ولادك عايزين ياكلوا حاجة مسكرة، وبعد كده ولادك مثلا عايزين ياكلوا حاجة حلوة بالليل، اعملي السندوتشات دي وادعيلي. رقم 16 هنعمل علبة بطاطس متبلة. يعني ايه؟ هنجيب كيلو بطاطس ونسلقها ونقطعها مكعبات صغيرة، ممكن ونحطها في التلاجة. ممكن بقى نطلعها مع شوية توم وكزبرة وكمون، تبقى سلطة جميلة. رقم 17 هنعمل علبة كيكة، سواء انت بتحبيها بقى كيك سادة كيك شوكولاتة، تعمليها وتقطعها مكعبات وتحطها في علبة في التلاجة. رقم 18 هنجيب كيلو لبن ونعمل زبادي. لو عندك اطفال دي من الحاجات المهمة جدا، سواء بقى عندك مكنة الزبادي، سواء تعملي الزبادي في فرن البوتاجاز، على حسب انت هتعمليه بالطريقة بتاعتك ازاي، وانا متأكدة انت بتعملي الطريقة زي الفل. الكيلو بيعمل من 8 ل10 كوبايات حسب حجم الكوباية اللي عندك، سواء بقى زودتيها او زيادة او اقل. تمام. هتروحي جاي اقل علبة زبادي دلوقتي في السوق، اللي هي العلبة الصغننة خالص اللي فيها يدوبك معلقتين ب8 جنيه. فانك تعملي بكيلو لبن من 8 ل10 كوبايات دي حاجة موفرة جدا. كل اسبوع مثلا هتروحي جايبه كيلو اللبن وعامله شويه زبادي، يقضيكوا اسبوع. لو كل يوم الطفل كل علبه بيقضيكوا اسبوع، بيقضيكوا 3 4 ايام على حسب عدد اطفالك قد ايه. تمام. ممكن تستخدمي في التتبيلات، هتوفري ان انت تشتري زبادي من بره. رقم 19 هنشتري كيلو من الدقيق. لازما من طلبات الشهر الاساسيه اللي لا غنى عنها الدقيق. هنشتري كيلو الدقيق، سواء بقى هنعمل قراقيش سواء هنعمل بيتزا. وانا مش بقولك اعملي بيتزا اللي هي الكبيره اللي هي الغاليه اللي لازم فيها لحوم ولازم ده هتبقى مكلفه عليها هبه، لا. انا بقولك اعملي، شفتي البيتزا بتاع الافران اللي هي شويه جبنه على فلفل على زيتون، وتروحي جايه حطاها في الفرن، وما تطلع تروح جايه حطاها في علبه في التلاجة، علبه محكمه الغلق عشان تعيش معاكي اطول فتره ممكنه. وتحطيها في التلاجة. رقم 20 ممكن بقى، لا رقم 19 ده الاول. ممكن بقى شويه القراقيش دول ايه، نعمل كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي ونقدمها مع القراقيش او البيتزا، وهو فطار ويوم عدى. وكانت تغيير، الاطفال بتحب التغيير. رقم 20 هنجيب لفة جلاش ونعمل جلاش بالجبنة والزيتون. هنعملها ونقطعها مكعبات او قطع صغننة ونحطها في قلب علبة في التلاجة برضو مع كوباية شاي، وفطار زي الفل الصبح. كده احنا قلنا ال20 اكلة بتوعنا. يا ريت لو اول مرة تشوفيني او استفدتي او انتي حبيبتي استفدتي بالفيديو تعملي لي لايك، وتنزلي تحت في الكومنتات تصلي على النبي وتقولي اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انتظروني في الفيديو الجاي، هيبقى فيديو مهم جدا. اشوفكم على خير، مع الف سلامة.